والله يا استاذه اسيل، استاذ استاذ ادهم واخد دور برد شديد قوي، وعمال ينادي على اسمك وبيخرف من السخونه. فاحنا كنا جايين نطلعك دلوقتي زي ما هو ما امرنا، وهتيجي يعني علشان تشوفيه. ادهم، ادهم حبيبي، مالك في ايه؟ يا لهوي، ايه ده؟ انت جسمك ما فيهوش حاجه، يبقى ماله ده؟ يا نهار اسود، ممكن يكون تعبان في حاجه يعني. مالك يا ادهم؟ مالك يا حبيبي؟ في ايه؟ مالك؟ ارجوك يا اسيل، ارجوكي ما تسيبنيش. انا شركتي فلست يا اسيل، واكتشفت ان انا تعبان وعندي مرض خبيث. ارجوك يا اسيل ما تسيبنيش. لو ما كنتش اديتك حنية في الاول، فخليكي معايا وما تسيبنيش يا اسيل، انا بحبك. حاضر يا حبيبي، مش مشكلة فلوس، مش مشكلة شركات، أي حاجة. أنا لو هعيش معاك في أوضة فوق السطوح عادي، أنا لسه بحبك وهفضل معاك وهعالجك. لازم تتعالج، لازم تتعالج علشان تقوم ونعيش حياتنا أنا وأنت. قوم يا حبيبي، أنا هطلب لك دكتور، هسفرك بلاد بره. مش مشكلة فلوس، مش مشكلة أي حاجة، أهم حاجة أنت وصحتك. انا يعني انت لسه بتحبيني زي ما انا بعد ما تعبت وخسرت كل فلوسي واملاكي؟ انت لسه بتحبيني ومش هتبيعيني علشان خسرت فلوسي؟ انا مش عايزه حاجه، مش عايزه فلوس ولا عايزه اي حاجه، انا عايزاك انت بس. قوم، قوم وخليك معايا، ما تسيبنيش يا ادهم. أسيل، أنا ولا تعبان ولا أي حاجة، أنا كنت بختبرك. أيوة كنت بختبرك. طبعا أنت عايزة تعرفي أنا إيه العقدة اللي عندي. أنا من زمان، من وأنا عندي 5 سنين، كنت دايما حاسس إن أمي طماعة في فلوس أبويا، خصوصا إن هي يعني مش من عيلة غنية. بالعكس، دي كانت من عيلة فقيرة جدا جدا، وما صدقت إن هي لقت واحد معاه فلوس كتير، فعشان كده ابتدت إن هي تسحب منه. كان بابا ما بيعرضش، أنا كنت بشوف كل ده بعيني، كنت فاهم وانا صغير. لغاية ما في مرة لقيت بابا دخل الأوضة على ماما، وكان معاها واحد يعني وكده. ومن ساعتها وانا بقيت عندي عقدة من كل الستات، ما بقيتش احبهم ولا حتى اطيقهم. فعشان كده انا عملت فيكي كده غصب عني، بس انا خلاص حبيتك وجناوي ان انا اكمل حياتي كلها معاكي. طب انا مبسوطه، اخيرا هتبقى ليا وحسيت بيا وبحب ليك. طيب هنعمل ايه في بابا؟ انا خايفه منه قوي، هو غضبان عليا ومش راضي يسامحني. ما تخافيش، انا كلمته وهو هيجي النهارده وهيتسامح انا وهو، وهحاول اقنعه ان انا وانت بنحب بعض. اهلا بكل العيله، كويس انكم كلكم متجمعين النهارده. جايبكم كلكم واحد واحد علشان اعلن جوازي انا واسيل جواز علني. النهارده مش متجوزين على الورق، النهارده هنبتدي حياتنا زي اي اتنين بالظبط. وحابب ان انا اقنع حضرتك يا استاذ سامي ان انا وهي نكمل حياتنا برضاك انت. انا بقى عندي اعتراض. انا يا اسيل، ايه مش فاكراني انا شهاب؟ احنا كنا زمان بنقول يا استاذ ادهم ان شهاب لاسيل واسيل لشهاب، فعلى ما اعتقد انك انت كمان جابرها على الكلام ده، وان هي مش عايزاك. ولا انت رايك ايه يا استاذه اسيل؟ ها، اتطلقي منه وتعالي، تعالى انا وانت نتجوز زي ما كنا بنقول زمان. ولا انت نسيتي؟ طبعا انا مع احترامي ليك طبعا يا بابا، ومع احترامي لمرات عمي والعمي الله يرحمه، بس والله يا شهاب كل ده اسم ونصيب. انا اصلا من زمان وانا بحب ادهم، حتى اختك ندى تشهد على الكلام ده. كنت دايما واحنا صغيرين اقول لها انا بحبه، ايوه ونفسي يبقى ليا، لحد ما خلاص جه اليوم والساعة والوقت ان ادهم السيوفي يبقى ليا انا بس. زي ما المدام أسيل قالت لك يا شهاب، كل شيء اسمه نصيب. ولو كانت العيلة بتقول كده، فهي أصلا ما كانتش حطاك في دماغها، واعتبرها انها زي اختك، وهي اصلا معتبراك زي اخوها. بس اهم حاجة عندنا هنا ان عمي، ايوه استاذ سامي، يكون يوافق على ان جوازنا يتم بشكل قانوني، ويتم بشكل ارضاء ليه. اهي، ايه رأيك؟ احنا ما سمعناش رأيك طول القعدة. ماشي يا ادهم يا ابني، ادام انت واخدها عن حب، ومش واخدها بس مجرد كده بيزنس او اي حاجه من كده، فانا موافق يا ابني، وعيشوا حياتكم وانبسطوا. اما من ناحيتك انت يا شاب، فزي ما هي قالت لك اسيل، كل شيء اسمه ونصيب. وانا يا ابني، ايوه يا ادهم، هجيب لك فلوسك على اخر الاسبوع ان شاء الله، وكل حاجه هتكون تمام. انا كده زعل منك يا عمي، انت لسه حالا قايل ايه؟
ابني؟ هو الاب له حاجة عند ابنه او الابن له حاجة عند الاب؟ ما ينفعش كده يا عم، انا كده ازعل منك. هو بنتك بقت مراتي، يعني انا كده اخدت احلى فلوس. يعني انت يعتبر ما اديتنيش 50 مليون، انت اديتني كل مجوهرات العالم، وهي اسيل اللي غيرتني وغيرتني تماما، غيرتني 180 درجة، بعكس ما انا بهدلتها. بس هحاول اعوضها. مش عايز منك حاجة يا عمي، اعتبر الفلوس اتردت خلاص. قامت أسيل وحضنت باباها وبتقوله: أنا آسفة، أنا آسفة يا بابا، سامحني أرجوك سامحني. أنا عارفة إن اللي أنا عملته في حقك غلط كبير قوي، وعارفة إن أنا ما كانش ينفع أروح وأسيبك وأروح أتجوزه من غير موافقتك. سامحني يا بابا على كل غلطة كبيرة أنا عملتها بدون رضاك، سامحني. أنت عارف يا بابا، الأيام اللي فاتت كانت وحشة قوي بسبب إنك كنت غضبان عليا وما كنتش راضي عني. سامحني يا بابا، سامحني، واللي هتطلبه مني دلوقتي هنفذه يا بابا عشان خاطري. سامحني يا بابا، يعني وما تتبراش مني عشان خاطري يا بابا. خليني اودك على طول وانت توديني يا بابا. مسامحك يا بنتي، مسامحك من ساعة ما مشيت من عندك. مفيش اب يقدر ان هو يغضب على بنته او ان هو يكرهها. عمر ما اب او حتى ام ان هو يكره بنته او يكره ابنه او حتى حتة من ضناه. انت حتة مني يا بنت، عمري ما اكرهك، عمري ما ازعل منك شوية، ايوه، بس ان اكرهك ابدا. مسامحك يا بنتي، ربنا معاك يا رب، وتفضل حياتك سعيدة وكلها فرح. وهنا بقى كل حاجة اتظبطت. يعني الأب سامي البارودي رضي على بنته أسيل، والحمد لله أسيل وأدهم بقوا أجمل زوجين في العالم ده كله. بعد كده سامي ادى حق شهاب وندى الورث، اداهم الورث، والحمد لله كل حاجة اتصافت. وهم اكتشفوا ان ابو شهاب ما ماتش بجلطة او بالحصر على الورث، مات بسبب مرض خبيث بعيد عنكم كده ان شاء الله وبعيد عن الكل. مات بمرض خبيث، والحمد لله كل حاجة رجعت استقرت لغاية بعد سنين بتاع حوالي كده 6 سنين. كانت واقفة في نص الصالة وبتصرخ بصوت عالي قوي قوي وبتقول، واقفة في الصالة وكرشها قدامها 50 مليون 1700 مليون متر. كانت واقفة وبتقول: حرام عليكم، تعالوا بقى ساعدوني، تعالوا ساعدوني، مش قادرة من الحمل. ابنك عمال يرفص 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 جوه لغاية ما تعبت. محدش رد عليها. يا راجل ما ترد، انت مالك ماسك الايباد وعمال تلعب بيه جامد كده ليه؟ وهنا بقى رد عليها اخيرا: يا وليه ما تسيبيني بقى شويه العب جيم من بابجي ده بخير. انت يا ولا، بقول لك ايه يا مروان، سيب السكواد ده يا ولا، انا اللي هفنشه. لا يا بابا، انا اللي هفنسه. استنى، انا معايا الاي كي ام، انت بس يا دوبك مش معاك غير الاسلحه الضعيفه. استنى يا بابا هيموتوك. لا يا ولا، استنى اهو، انا اللي موتهم. يا بابا تتعود بقى المره الجايه، والله اللي انا اللي هخسرك يا بابا الجيم الجاي. ده في المشمش يا حبيب بابا. آه حاسة إني هولد. هولد، الحقوني بولد، الحقني يا أدهم، بولد. وردت بنتها فريدة وبتقول: يا ماما كل شوية هولد. هم مش بنشوف أي حاجة. انت هنا بتقولي إن في بطنك في بيبي، فين البيبي ده؟ كل شوية بتقولي هولد، فينه بقى؟ احنا مستنيين نشوف حاجة لغاية دلوقتي ليه؟ هتشوفي دلوقتي يا حبيبتي، هتشوفي. ولدوني بس، اطلب لي الإسعاف. يا أسيل، انت كل يوم بقى بتقولي كده، انا زهقت. لسه ميعادك ما جاش، لسه فاضل يومين. مش قادرة. لا مش قادرة. ولدوني. ايه ده؟ هو الكلام ده بجد ولا ايه؟ اكيد مش بهزار، حرام عليك، خليك راجل. وبكده تكون انتهت روايتنا. ما تنسوش انكم تدعموني باللايك والاشتراك في القناة. يا جدعان الدعم قل قوي، يعني جودة الفيديو بقت احسن من زمان. يعني زمان لما كنت جودة الفيديو مش زي دلوقتي، يعني كنت بجيب مشاهدات، يعني ارجع يعني زي زمان ولا ايه بالظبط؟ يعني انا بصراحة مش فاهم. يعني لما جودة الفيديو بقت احسن، يعني ما بقاش في تفاعل ولا لايكات ولا مشاهدات ولا اي حاجة. فانا مستنيكم بقى في التعليقات تكتبوا لي الكومنت الايجابي واللايك بتاعكم والاشتراك، واشوفكم في رواية جديدة، ومع السلامة.